ميسي خلاص قفل اللعبه. هيجي حد بقى يقول لي بعد كده اصل مارادونا ده احسن لاعب في التاريخ، اصل بيليه احسن لاعب في التاريخ، اصل رونالدينيو، اصل رونالدو، اصل زيدان. هاجي اقول لك انساني وخد عنواني. ليه؟ ميسي بعد كاس العالم خلاص هو خد كل حاجه، هو مفيش حاجه عاوزها بعد كده، خلاص قطع بقى اي انتقادات تاني. كان يجي يقول لك اصل ما بياخدش بطولات مع المنتخب، هو بيلعب مع فريقه بس، قام واخد لك كوبا امريكا وخد لك كاس العالم، عشان ما تجيش تتكلم في الموضوع ده تاني. فدلوقتي حتى المقارنه بينه وبين مارادونا بقت مقارنه ظالمه، لان مارادونا ما حققش كل اللي حققه ميسي ده، غير ان قالوا لك اصل ما بيجريش كتير، اصل ما بيلعبش كتير. البطوله دي عنده 35 سنه ما شاء الله، اعلى واحد صنع تمريرات، تاني هداف وفرق جون عشان خاطر امبابي جاب هاتريك، وطبعا ده كان عشان بس ربنا يكرمه لان الراجل تعب، وبدل ما ياخد البطوله او خد له هاتريك وخد الهداف بتاع البطوله. لكن هو تاني هداف البطوله، اعلى واحد صنع تمريرات، اكتر واحد جاب اهداف متتاليه في البطوله، يعني في كل ماتش كان بيجيب جون، ما حصلتش في التاريخ. كل ماتش في دوري المجموعات بيجيبوا جوان، في الاقصائيات بيجيبوا جوان، شغال يا معلم، كل ماتش شغال جون واتنين جون واتنين، ما بيبطلش، وعنده 35 سنه. اعلى واحد لعب في البطوله، خد 5 مرات احسن لاعب في المباراه، ما حصلتش في التاريخ. 5 مرات احسن لاعب في المباراه، ما حصلتش في تاريخ كاس العالم. يعني في كاس العالم ده واحد عنده 35 سنه، اللي دلوقتي بيعتزلوا هم عندهم 30 سنه، ده عنده 35 سنه واخد كل الحاجات الجامده دي. تخيل لما واحد عنده 35 سنه واخد احسن لاعب في المباراه 5 مرات من 7 ماتشات، يعني والله العظيم مش لاقي كلام اقوله. يعني دلوقتي انساني وخد عنواني. يعني دلوقتي اللي يطلع بقى ينتقد ويقول لك اصل لا، اصل ميسي اصل فيه او عليه، اصل كريستيانو اصل فيه او عليه، لا يا معلم، اهو ميسي خد لك كاس العالم، كريستيانو ما عرفش ياخد كاس العالم. فحتى يعني كنا بنقول اصل البالندور فميسي اعلى من كريستيانو في البالندور، سيبك من البالندور، اهو يا معلم خد لك كاس العالم اللي كريستيانو دلوقتي مش لاقي له فريق يروح، مع احترامي لكريستيانو وانا بحب كريستيانو بس بحب ميسي اكتر. فدلوقتي بقت المقارنه ظالمه بين ميسي وبين اي حد تاني. ميسي ده من كوكب تاني يا جماعه، الراجل كان بيلعب ده، انا مش فاهم له. قال لك ميسي ما بيتخانقش، ما بينشفش، ما بيزعقش، جالك في البطوله دي اتحول عليهم بقى، كل ماتش لازم يعمل حوار، قال لهم انا موجود. الماتش اللعيبه نفسها عاوزه تاخد البطوله عشان ميسي، يعني في احلى من كده؟ لما لعيب كاتب لك ورقه بيقول لك احنا هنبقى في النهايه وهناخد البطوله، وكاتبها وحاططها لميسي، يعني كل ده عشان خاطر ميسي، يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده. فعلا بعد ميسي مش هنشوف كوره تاني. امبابي طبعا على دماغي، وامبابي ده جامد جدا ولاعيب وكل، بس مش هيبقى ربع المهاره اللي احنا شايفينها مع ميسي. امبابي جامد وهياخد بطولات وهيعمل وهيعمل وهيعمل، بس مش هيبقى المهاره. يعني اللي طالع يقول لي اصل امبابي جاي، اصل مش عارف مين جاي، لا، ميسي ده في حته تانية. ميسي ده بيلعب وهو نايم، ده ميسي ده بيلم وهو نايم. ده الراجل كان عنده شد عضل وشغال بياخدهم شمال ويمين، راجل كان بيلعب الماتش وعنده شد وبيعمل كل ده. اما لو في الطبيعي يعني والله العظيم ما لاقي كلام. وكفايه عليكم كده، اهم حاجه بس ما تنساش الفولو الجميل واللايك والكومنت، تكتب لي في الكومنت انت بتحب ميسي ولا لا، وايه اكتر حاجه بسطتك من فوز الارجنتين. ويلا بقى ما نطولش على بعض، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.